إعادة وخطأ للهلال كيماوي. باثنين فيصل ولا راح يلعبها؟ فيصل باثنين راح يلعبها في اللعب. خطرة والنصر اكتفى بهجمات من اليسار، وهذه عادة للجول، هذه عادة للجول. شوف جول، اعادة داخل المرمى واعادة ومحاولة. شوف جول شريدة من قلب مدافعين، جاء وسجل جول. واحد هدف اشرف للهلال الكرة هذه كانت من الخصم اللي رفع بها رجل خط الراية، لكن طبعا لم تكن مؤثرة. الكرة تلعب ناحية اليسار، محاول حسن ينقلها إلى ضربة مرمى أساسا. يبدو ان احتج النصر على اساس ان الكره اللي رفع الرايه في رجل الخط كانت من الخط القادمه، ولكن حتى انا لم اركز. وهذا بحيث الجمعان لا خلاص ارض ملعب. ضربة مرمى هيا الى كرة طويلة وترجع وسط الملعب مشتركة وتنقطع وتسلل ايضا. اذا مصدر التسلل وفي لاعب واقع على الارض، واقع ان شاء الله سلامات. هذه الإعادة عدم توازن وبالتالي السقوط على أرض الملعب. والسعيدة إن شاء الله، صاحب الهدف إن شاء الله سيواصل مع الزملاء إن شاء الله. يعني أنا ما ألوم بعض اللاعبين أحيانا. اليوم جمهور كبير وليس المخرج، شوف جمهور كبير حاضر لقاء اليوم سواء من النصر او من الهلال، وكثافه جماهيريه كبيره الحقيقه، وجمهور لا يهدى. شوف سيد مالك فهد ذره الملاعب وفيه عدد جماهير كبير طبعا يستطيع لاكثر من 70,000 متفرج جلوسا، وهذا هو جمهور كبير حقيقه حاضر مباراه اليوم. طبعا كما ذكرنا انه عنانا الاتحاد كطرف اول، وان شاء الله اليوم راح نهني ايضا فريق كطرف ثاني، وهذا اسكر داخل الملعب وماجد عبد الله الذي يتذكر ربما لعن الكرة الشديدة، يتذكر عندما لعن الكرة الشديدة كرة قوية اصطدمت بماجد ووقع على ارض الملعب أصيب، والحمد لله هذا قام السلامة. هذا اوسكار، هذا الاحتكاك يبدو ان كوع فت كينيدي، ولكن طبعا سقوط غير متوازن. يبدو السعيدة قد لا يكمل المباراة، بحيث الجمعان والله روح رياضية، بحيث الجمعان من اللاعبين الخلوقين
الرائعين يسجلوا او كتبوا اسمهم في الكرة السعودية سواء مع المنتخب السعودي او مع النصر، ويعتبر من اللاعبين المثاليين. والله احنا يعني نفرح لما نشوف لا يعني نجومنا وهم بهذه الروح الرياضية والخلقية اللي تتجاوز التنافس وتتجاوز المنافسة داخل ارض الملعب. جمهور كبير لا زال يتلقى العلاج، ولكن الحمد لله الوضع مطمئن. شكله كذا انا شايفه من بعيد الوضع مطمئن، وفقط ربما تكون هناك تشنجات، وان شاء الله هذا المفرج ما راح يكمل. اذا فهد المفرج والله نجم فهد المفرج. هذا اوسكار الموسم الماضي عزل الهلاليون، يدربهم الهولندي هانجم واحضرهم الجوبيل البرازيلي وحقق معهم بطوله، واليوم او في هذا الموسم تغير. هذا بلاتشي هولندي روماني غير الهلال مدربه سيريرا وجاء باوسكار. فهل يتكرر السيناريو؟ كلها كل شيء ممكن. طبعا عبد الله السيد ما راح يكمل، لكن الحمد لله وضعه مطمئن، ولكن يعني مدرب الفريق لا يريد ان يرهق عبد الله السيد. الحمد لله فقط اصابه يبدو انه يحتاج الى بعض الاسعافات ان شاء الله بسمع. اذا ركز معنا على كبير. اذا اضطراري عبد الله السيد سجل هدف وخرج من ارض الملعب، ولكن الحمد لله فقط سيكمل علاجه داخل ارض الملعب. يعني انا شايف حتى والحمد لله شباب الاسعاف لم تتحرك، وبالتالي وضع طبيعي، وان شاء الله يكون ويرجع ونشوفه. اذا تغير سريجه واحد مفرج لاعب حماسي متحمس جدا فهد المفرج.